السلام عليكم الحباب. اول حاجه نديروها نبداو الصلاه على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صليوا عليه كاملكم الله يحفظكم. ايوا كي دايرين الحباب ديالنا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا الجو اللي كاين؟ ايوا الحمد لله على كل حال. الله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا ويجيب لنا شويه ديال الشتاء. والله يلا توحشناها وبغيناها. يا ربي ترحمنا، يا ربي ترحمنا. نكثروا من دعوات باش الله يلطف بنا ويرحمنا يا ربي. ايوا هنا البنات كما كتشوفوا راه جيت نقد نشارك معكم الغديوه اللي درت اليوم وداكشي اللي درت. المهم داكشي اللي درت الغديوه اليوم نشاركو معكم. هنا عندي الشوفله نقيتها مزيان، حيت لها ديك الكحوليه اللي كتكون في الفوق. من بعد زدت ليها واحد معلقه ديال الخل هكاك، ودرت ليها واحد نص، ودرت ليها البنات واحد نص حامضه، وخليتها كترقد واحد 15 دقيقه هكاك وشللتها وغادي نرجع ان شاء الله طيب. هنا بطاطا كما كتشوفوا حتى هي راه غسلتها باش يمشي من هذاك التراب ديالها باش ما توسخش ليا الا قشرتها. غسلتها مزيان وكنقشر فيها دابا وغادي نقطعها معكم. المهم سمحوا لي البنات على وقفت المونتاج مع كانت بنتي كتبكي. كانت لا ماشي كتبكي، كانت كتلعب وكدير الصداع كتخرج اصوات. فاش جيت نسمع كنلقى الصوت ديالها مجهد وانا نحبس المونتاج. المهم هنا البنات راني قشرت بطاطا، رجعت كنقطع على ديك الطريقه. المهم ما كان انا دغيا كنقطعها غير هكاك عيني ميزاني صافي. المهم البنات نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تبعوه حتى الاخر ان شاء الله. نتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم ان شاء الله. مع تخلطت فيه شويه، ما درتش معكم غير حاجه واحده. درت معكم المهم الغدا درت معكم حتى تشوفوا المهم حتى تشوفوا داكشي اللي درت معكم. الغدا ساهل وبسيط ودغيا كتوجدوا، خصوصا كيعجب الدري صغار والكبار. انا الصراحه كيعجبوني بحال هاد الغديوات، كيكونوا ساهلين وكيكونوا شويه نتون كيكونوا مخلطين شويه هكا، ماشي ديما شنو سميتو الطاجين هكا كيطلع لك في راسك. المهم انا البنات راه شعلت البوطه وحطيت الشوفله ديالي كطيب وبطاطا حتى هي خليتها كترقد. وهنا رجعت نغسل لهم المعانات اللي كانوا ليا من الفطور، وداك الطاجين بقى ليا من العشاء خليته الصراحه ما غسلتوش حتى فطرت وداك الشيء. وخليت داكشي اللي غيطيب باش يطيب باش نربح الوقت. عاد رجعت نقي الدنيا، عاد غادي نكمل معكم شو سميتو الغدا ديالي. المهم هنا البنات درت التيد وجافيل ضروري، راه معروفين حنا بالتيد وجافيل تبارك الله في المغرب في الكوزينه. المهم طريقتي ديالي في معنا البنات هي هذه. انا كندير التيد وجافيل وكنغسل كلشي مره، عاد كنرجع كنشلل. ما كنغسلش ما كنغسلش الكاس وكنشلو عاد ونزيد هكاك. لا ما كيعجبنيش انا ديك الطريقه، كتجيني شويه صعيبه. من احسن نغسلو كلشي بالتيد وجافيل، ومنها نيت باش نخليو لهم يعني يترقلوا شويه بالتيد وجافيل يتنقاو مزيان. بما كملنا داكشي اللي بقى لينا موسخ هكاك انا كندير كنحك كلشي بالتيد وجافيل، عاد كنرجع لي نشللهم. المهم هذه هي طريقتي البنات في لما نجربوها مع. كنشوف بزاف الناس كيغسلوا حاجه بحاجه وكيشلوا. ديك الطريقه كتجيني كتعيح. سد الروبيني حل الروبيني، من احسن نحل الروبيني بمره ونسدو بمره. شوفي يا اختي على العكاز كنبغيش نبقى حاله سد الروبيني. المهم نبقى نخليه هكاك محلول حتى كنسالي. الله يسمح لينا واخا كنضيعوا بزاف الماء، ولكن الله يسمح لينا ما عندنا ما نديرو. والله كنحاول نقص الماء، ولكن فاش كنكون شويه مزروبه وكتكون عندي الشغل بزاف ما عرفت علاش كنزيد شويه الماء باش نسربي. ولا ما عرفت كيف ما عرفت كي كتجيني. المهم الله يسمح لينا من المواصف، والله يجيب لينا الشتا ان شاء الله باش يعمروا البرجات يا ربي ترحمنا وصافي. هنا البنات راه الشوفله ديالي طابت، درت الماء بارد. هنا البنات قلت لكم كندير تنطرق الروبيني الماء بارد، عاد كنخوي داك السخون مع الله يحفظ. راه لابابو هذاك راه بهكاك الماء السخون الا خوينا راه تقدر توقع الله يحفظ شي حاجه اللي هي خايبه. من احسن نردو بالنا ونبقاو نديرو ماء بارد باش نتفاداو المشاكل اللي يوقعوا.
المهم انا البنات رجعت نقد معكم الصوص البيشاميل. درت تماك واحد 2 كيسان د الحليب، واحد المعلقه ديال الزبده، 2 معالق ديال المايزينا، شويه ديال الابزار والملحه، ودرت كلشي بمره ورديته فوق البوطه وكنحرك فيه باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات. وخصوصا بهذه الطريقه راه الحبيبات ما كيكونوش، الطريقه كتجيني انا سهله. وصافي وزدت ليه لهاد الصوص البيشاميل واحد 2 فرماجات على حسب الا كان كيعجبكم ديروه، كيعطي المذاق حسن. وصافي وانا درت شويه ديال صوص البيشاميل في الملفل التحت، عاد درت عليه الشوفله، ومن بعد زدت داك الصوص اللي بقى ليا من الفوق تعجبني كنكثر ليها شويه صوص البيشاميل باش تهرس ليا ديك المذاق ديال الشوفله، كتكون شويه قاصحه. لان البنات كنحك الفرماج الاحمر من الفوق كيجي حتى هو المذاق ديال زوين في الشوفله. مالفه كندير فيها بعض المرات الكفيته هكاك، ولكن اليوم قلت نديرها غير هكاك بصوص البيشاميل، ما كاينلاش ندير. زيت واحد السربيده تكون نقيه ونشفتها مزيان من داك الماء. بديك الطريقه فاش كتخلو البطاطا تنشف من داك الماء هكاك كتجيكم مقرمله وكيجي المذاق ديالها زوين. وما كتجيش ديك الفريت اللي كتكون حمراء ومحروقه، كتجي ديك الفريت اللي كتكون صفراء كيكون المذاق ديالها بنين. المهم الطريقه نشفوها مزيان من داك الماء حتى تنشف مزيان، عاد ديروا الزيت حتى كيسخن، عاد تلوحوا الفريت ديالكم. شفتوا الطريقه راه كتجي زوينه، ما كنحملش انا اصلا تكون بطاطا حمراء في الفريت. وبهذه الطريقه راه كيجي لي المذاق ديالها حسن. وانا زدت داكشي اللي بقى ليا، درت غير 2 مقلاطات ديال الفريت هكاك، والزيت لوسيور ما كنكتروش، كندير غير شويه حتى بديك الطريقه ما كتجيش الفريت معجن، ما كنكترش انا لوسيور. هنا جيت البنات نقد معكم واحد الشلاضه هكا كتجي زوينه خفيفه وظريفه ودغيا كنقدها. درت تماك شويه ديال واحد الخياره مطيشه، واحد مطيشه هكاك، شويه ديال الخس، وواحد شويه ديال مطيشه السوريز، وهنا شويه ديال المايز. وهنا غنرجع نعطرها معكم. درت شويه ديال المليحه، الابزار، واحد 2 معالق ديال الزيت العود، وغادي ندير معكم واحد المعلقه ديال الخل. وكنحرك كلشي مزيان هكا. كتجي الصراحه هاد الشلاضه بنينه فنه والله كتعجبني. الا كان عندكم البنات التخيزو حتى هو حكوه وزيدوه كيجي المذاق ديالها بنينه. هنا رجعتها نفس التبصيل نيت درتها فيه، وزدت شويه الميز من الفوق وشويه ديال الطون. صراحه هاد الطون كيعطيها المذاق بنينه، خصوصا الدراري الصغار هما ما كيبغوش ياكلوا شلاضه، ولكن فاش كنديروا معها الطون والمايز وكنزيد تنزوقها شويه من الفوق بالفرماج الاحمر كيعطيها المذاق فن لهاد الشلاضه كيعجبني فيها. ديما مالفه كنديرها بهاد الطريقه كتكال ليا. وصافي هذه هي الشلاضه ديالي البنات اللي درت غير القياس ديال 2 طباص. الله يجعل البركه يلا غتكال لينا. وانتم ان شاء الله تجربوها لوليداتكم وريوثكم راه تعجبكم. المهم هذا هو البنات الغديوه اللي شاركت معكم اليوم، انتم ان شاء الله يعجبكم. هنا لي سكالوب حتى هما درتهم غير في الفران مع فاش كنقليوهم كياخذوا الزيت بزاف. والفريته هي درت تبصيل هكاك. صراحه شتو كي جات صفرا كتجي بنينه، المذاق ديالها ما نعاودش لكم، كتعجبني في الساندويتشات كتكال غير بوحدها مع الخبزه تعجبكم. هو كالكراتان راه صافي طيبته وخليته على داك الشكل حتى تحمر ليا داك الفرماج. ايوا البنات هذا هو الغدا ديالكم، وما تنسونيش من الجيمات وتبارطاجيو ليا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يكون خفيف وظريف، يكون خفيف وظريف على قلوبكم ان شاء الله، ونكون خفيفه على قلوبكم. اسمحوا لي راه كنتلف في الهضره. ايوا اني ساليت معكم الغدا، غادي نرجع نوجد معكم البغرير الكاسكروط. هنا البنات عندي البغرير، غندير غير 2 كيسان ديال السميده، ما كنبغيش ندير بغرير بكثره. وغندير واحد المعلقه ديال سنيده، شويه ديال المليحه، وواحد المعلقه ديال الخميره الخبز. كنحرك كلشي مزيان بداك السوبيره. عاد كنزيد واحد كاس ونص ديال الماء يكون دافي، وكندير داك الخليط في المونينيكس. كنديرو في المونينيكس حتى كنطحنو مزيان، عاد غادي نرجعو تاني لديك السوبيره. المهم البنات هذا البغرير كيجي زوين، ما درتش فيه شنو سميتو، ما درتش فيه الدقيق الابيض،
مع كيجي شويه معجن وكيتلصق. هذا غير بالسميده رقيقه كيجي زوين، كي ما كيجيش ما كيتلصقش ما كيتلصقش، كيجي زوين وصحي. المهم البنات من بعد خليته واحد 5 دقائق غير بما غسلت دوك المعينات اللي كانوا مرونين ليا، وانا جيت نطيبو معكم. زدت واحد الخميره ديال الحلويات، زدت غير معلقه صغيره هكاك وحركته، وانا غنجي نطيبو معكم. المهم البنات هاد الطريقه ديالي في البغرير، كندير البغريره حتى كطيب وكنحيدها. بغيت زعما نقول لكم، كنت حاطه واحد السوبيره في الجنب ما بانش لكم. درت فيها الماء ياك، فاش كنسالي البغريره كطيب كنحيد ديك المقله وكنخوي فيها الماء وكنشللها، عاد كنرجع الماء للسوبيره وكنعاود نرجع المقله وكندير فيها البغرير ديالي. هكا كيجيكم البغرير ما كيتحمرش لكم من التحت، كيجي البغرير ابيض من الفوق ومن التحت، هكا كيجي زوين، ما كيكونش قاصح من التحت. فهمتوا الطريقه البنات؟ نتمنى. هل مر عليك لحظة كنت فيها مخنوق تعبان منهك، بس ما فيك تحكي ولا تعبر ولا حتى تفتح قلبك لحد؟ هل مر عليك لحظة حسيت فيها إنه الزمن توقف وإنه الحياة مرهقة وإنه قوتك عم تخلص؟ هل مر عليك لحظة ما فيك تحكي لحد ولا مع حد ولا أساساً بدك تشوف حد؟ لو مرت عليك مثل اللحظات فأنت إنسان طبيعي مثلك مثل ملايين غيرك، لكن إياك تبقى وحدك، لأنه الوحدة رح تتعبك ويمكن تجهد قلبك. لأنه الوحدة رح تتعبك ويمكن تجهد قلبك. بمثل هاللحظات بدك إيد حنونة تحتاج غمرة تنسيك الهم والخدرة. بهاللحظات تحتاج لشيء أساسي اسمه دفى الحب أو الرفقة حتى تروح وتمر بسلام هالكدرة.